بيقتلوه ظلم، لكن ما يعرفوش ان اخوه ضابط شرطة ذكي وقوته جبارة هينتقم منهم ويكسر عظمهم ويندمهم الف ندم. كان رئيس الشرطة معجب بذكاء شنكار لدرجة انه بيفكر يطلب من ابوه يدخله الشرطة، وبيتفاجئ لما عرف ان ابوه وامه ميتين. وبيقرر رئيس الشرطة يربي شنكار مع ابنه برات، وشاف منه الطيبة والحنية اللي اتحرم منها. وكان واضح ان شنكار نابغة من صغره في الرسم والشطرنج، حتى في الحب والطاعة. وبيروح شنكار وبرات يلعبوا بالطيارات مع اصحابهم، وبتحصل مشكلة خناقة بين برات وولد صاحبه، وبيدخل شنكار علشان يفض الخناقة، لكن برات بيزق صاحبه اللي وقع ميت. وبتيجي الشرطة وبيعترف شنكار ان هو اللي زق الولد، وعشان ينجي برات قدام ابوه اللي وبخ شنكار وهزقه وطلب من الشرطه القبض عليه وتنفيذ القانون. وقبل وصول الشرطه بيتفق شنكار مع برات انه هيضحي بنفسه وهيعترف بانه المسؤول، لانه اتعود على عيشه البهدله طول عمره. لكن برات هيتقال عليه قاتل وابوه ضابط شرطه. وبيروح شنكار على الاصلاحيه بدون ذنب مع السوابق والمجرمين، وكان دايما بيفتكر الايام الحلوه اللي قضاها في بيت رئيس الشرطه. وبتعدي السنين وبيحقق شنكار حلمه ويتخرج من اكاديميه الشرطه، وشهرته تسمع ويبقى بعبع لكل العصابات، والكل بيعمل له ألف حساب. وبتظهر شوية مجرمين زي الأشباح، سرقة وقتل ومخدرات، كوكتيل جرايم. ورغم كل ده كان شنكار محجمهم بس عارف يوصل لهم. وبتذيع وكالات الأنباء خبر نقل الضابط شنكار، وبيفرح كل البلطجية علشان هيشتغلوا براحتهم ومحدش هيقول لهم انتوا فين، لا شنكار ولا غيره. لكن بيقعدوا مع بعض وبيتفقوا ازاي شنكار هيمشي من غير تذكار، ويجمعوا علشان ينتقموا من شنكار. وطلع كل المجرمين المختفين من الجحور، واخيرا بيتقابلوا مع شنكار اللي دور فيهم الضرب، وكل واحد فيهم عرف تمامه فين. وكانت المفاجأة لما عرفوا ان شنكار ما اتنقلش، والخبر اللي اتذاع كان فبركة علشان يطلع المجرمين من جحورهم. وبيروح رام مأمور الشرطة لمدينة بوكا علشان يقابل مدير الامن، وبيستنجد بيه لان الاحوال غير مستقرة في المدينة. فبيقول له مستقرة ازاي؟ ده في مستثمر محطة للطاقة في المدينة وهيلم ملايين الروبيات، والمشكلة في المخلفات الكيماوية بتاعة المشروع واللي هتأذي كل اهل البلد. ولما واحد من الاهالي بيحاول يعترض، مسكوا رجاله الامن اللي بيشتغلوا في المشروع وعملوا معاه الغلط كله قدام الشرطه وقدام كل الناس، عشان يبقى عبره لاي حد ممكن يفكر حتى بينه وبين نفسه يجيب سيره المشروع باي كلمه. وبيغلي الدم في عروق شيكار، واحد من ضباط الشرطه اللي كانوا واقفين يتفرجوا، وزي ما يكون الكهرباء كانت فاصله عنده وصلت فجاه، وبيجري علشان يخلص الراجل الغلبان، وبيناديله زميله ارجع يا صاحبي علشان خايف عليه. لكن شنكار ما سمعش الكلام وجري، ويا ريته ما جري لانه اكل 38 قلم في 3 ثواني. وبيعاتبه زميله وبيقول له كده خليت شكلنا وحش. وبيوصل دامه صاحب المشروع، وبيشهد اهل البلد على الموظف اللي اتضرب واتهان قدام الناس لانه الوحيد اللي بيعترض على المشروع. واصدر ورق يمنع تنفيذ المشروع، وقرر يعدمه علني قدام كل اهل البلد علشان يكون عبره لاي حد. وبيتجنن من الموظف لما قال له اختي لو قتلتني مشروعك مش هيتنفذ، لاني سلمت كل الاوراق بتاعه المشروع للسلطات المختصه. وخلى الدم يغلي في عروقه، وطعنوا المستثمر بالخنجر قدام كل الناس اللي اتحولوا الاصنام، لكن سامعين وشايفين وشاهدين. وبتوصل اخبار المجزره لعيله الموظف اللي استلم ورق المشروع، وبيقرروا الانتحار. وبعد ما رام عرض كل المشاكل الامنيه على مدير الامن، طلب نقله لمكان تاني، ووعده مدير الامن بالنقل. وداخل الاسم الدنيا كانت مقلوبه، اللي بيكوي واللي بيغسل، واللي بيلعبوا كوتشينه، واللي بيطقطق صوابع زميله، واللي جاي يدفع الرشوه، والدنيا بايظه خالص. وبيقوم مسؤول الاسم يخرج على صوت موتوسيكل، واتصدم لما عرف ان الضابط شنكار هو اللي بيتولى مسؤوليه الاسم. وبيجمع الكل وبيقفوا انتباه قدام شنكار المأمور الجديد، وبيسألهم عن اهم مشاكلهم. وقالوا ان دامه ورجالته هم اللي مسيطرين على البلد، وان احنا شرطه اسم بس ونفسنا نعتقله، بس محدش من القيادات واقف معانا، حتى الوزير نفسه على علاقه قويه مع دامه. وبيقول شنكار لافراد الشرطه ان عصر الاهمال والخوف انتهى، والشرطه هي صاحبه الكلمه العليا، وان دامه لازم يقف عند حده، واللي خايف منكم يقعد على جنب. وبينزل شنكار في جولة علشان يتابع أحوال الأمن في البلد، والناس ملمومة حواليه، وبيبيع بمزاجه ومفيش رخصة للمحل. وبيعرف منه عناوين المحلات اللي شغالة من تحت السلم، وبيبعت شنكار ناس من الشرطة تقفل كل المحلات المخالفة. وبيكتشف صاحب المحل الساذج إن شنكار استغباه وواخد منه كل المعلومات اللي عايزها، لكن بيظهر البلطجية علشان يظبطوا الشرطة زي زمان، لكن الزمن والمكان والمأمور اختلفوا. ودور شنكار الضرب فيهم
واحد ورا التاني وقبض عليهم واتشدوا على الاسم. وبيتصل سينو صاحب المحل بدامو علشان يعرفوا ان محلات الخمور اتقفلت، وبيرد عليه السكرتير وبيقول له اتصل بفرنجي وهو هيحل الحوار ده. وبيروح فعلا لفرنجي اللي قال له يسيب له الطلعه دي وما يقلقش. وبيشوف شنكار بنت جميله جدا اسمها ساروجا وبيعجب بيها، وبيجمع عنها شويه معلومات وان عندها اكبر شركه حلويات في الهند وطموحها كبير جدا انها تفتح فرع لشركتها في امريكا، لدرجه انها ما عندهاش مشكله تكون زوجه تانية علشان تحقق احلامها. وبيروح شنكار علشان يقبض على ساروجا قبل الزفاف بتهمه التدليس واعلانات كاذبه عن منتجات شركتها. وبيقرر العريس يخلع ويلغي الجواز. وبتسمع ساروجا الخبر وبتتحول ساروجا من بنت جميله لوحش كاسر، وبتنزل ضرب وتلطيش في العريس واهله. واستغل شنكار الموقف، وبدل ما يقبض على ساروجا طلب منها تروح القسم باستمرار علشان توقع على المراقبه. وبيروح سينو ومعاه فرنجي البلطجي للقسم على عماه عشان ينتقم من افراد الشرطه اللي قفلوا محل سينو، وكان فاكر الدنيا لسه ماشيه زي زمان. وبيطلب فرنجي من شنكار يفتح المحلات اللي اتقفلت، وبياخدوا شنكار على الهادي وكمان بيعزموا على الغدا، وبيعرفوا انه مشغل 20 بلطجي معاه، وطلب منه شنكار يبعت لهم رساله علشان يتعرف عليهم ويكون ما بينهم بيزنس وتبقى فتحه خير ما بينهم. وفرنجي بيقول له كل التفاصيل عن شغله وبيبلع الطعم. وبيوصل رجاله فرنجي واخدهم شنكار وعزمهم كلهم على الغدا، بس غدا من نوع خاص. وخرج سينو وفرنجي من القسم وكل همهم هيقولوا ايه لدامو بعد ما تروق عليهم في القسم. وجالهم اتصال من دامو علشان يعرف فرنجي عمل ايه، واتصدم لما عرف ان المحلات لسه مقفوله وكمان مكاتب المراهنات حصلتها. وبتحس ساروجا ان شنكار عينه منها وبتحاول تستغله في تحقيق احلامها وحمايه شركتها، او تروح للقسم وتقول له انها مغرمه بضباط الشرطه وترمي حبالها عليه. وبيروح سينو وفرنجي لسامبنجي علشان يحل مشكله محلات الخمور ومكاتب المراهنات اللي اتقفلت. واتصدموا لما لقوا شنكار وسامبنجي بيتعشوا. وبيبدا سامبنجي يقول تفاصيل عن شغله وازاي بيغشوا الخمره ويغلوا الحبه ويحطوها في ازايز ويقول لك زيت، ويعبوا بودره السيراميك في اكياس على انها نسكافيه. وبيقول له شنكار طب لو الناس تعبت، قال له ايه المشكله يروحوا يتعالجوا في مستشفياتنا وهنديهم العلاج المطلوب وبرضه مضروب. وبيحاول شنكار يوقع سامبنجي في الكلام علشان يعرف اسماء وعناوين التجار والنصابين اللي معاه، لكنه ما بيقدرش. وبيلعب شنكار معاهم لعبه وسخنهم على بعض. وبيجي دور سامبنجي وعشان يكسب لازم يقول 5 عناوين مع رقم الشقه في 20 ثانيه. وبيبدا سامبنجي يقول، وكده مساعد شنكار بيسجل. وقال له اضمن منين ان دي عناوين صحيحه؟ قال له دي عناوين وحدات التزييف اللي شغاله عندي وحافظها زي اسمي. وبيبعت شنكار وحدات الشرطه وبيقبض على سامبنجي وكل رجالته واتعمل عليهم حفله زي اخواتهم. وبيتصل سامبنجي بسكرتير دامو علشان يقول له على اللي حصل معاه في القسم، وبيحذره من شنكار مأمور القسم. وبيعرف دامو وبيأمر السكرتير يحجز تذاكر السفر علشان هو اللي هيحل المشاكل دي بنفسه. وبنشوف عيله ساروجا بيطلبوا منها تمثل الحب على شنكار علشان يتجوزها وتتحل كل مشاكلهم، وبتقول لهم انها بتحبه فعلا. ومن العاده الاسريه الغريبه في الهند ان اهل العروسه هي اللي بتدور على العريس المناسب لبنتهم. وبتروح ساروجا وعيلتها للقسم علشان يقنعوا شنكار يتجوز ساروجا، بس ما بيقتنعش. وبتطلب ساروجا من عيلتها يروحوا وهي هتقنعه بطريقتها. وبالصدفه بيشوف شنكار بارات والظابط اللي معاه وهو صغير، وبيمر شريط الذكريات بسرعه قدام عينيه. وبيوصل دامو للمدينه وبيبعت دراعه اليمين ومعاه شويه تريلات لاسم الشرطه علشان يعلموا على شنكار ويكسروا عينه، لكن مش كل الطير يتاكل لحمه. واخدهم شنكار غسيل ومكوى ومسح بيهم البلاط جوه وبره القسم قدام كل الاهالي. وقال له ارجع للي مشغلك وقول له ان قفل المحلات مش هدف شنكار، لكن حلمه وهدفه انه يقضي على المشروع اللي بتحلموا بيه. وبيروح شنكار بنفسه للمشروع وبيقابل دامو وقال له المشروع اتوقف. وبيرد عليه دامو مين اللي يقدر يوقف المشروع ده؟ معايا تصاريح من وزارة البيئة ومن الصحة فمحدش يقدر يمنع المشروع. وبيطلع شنكار بأول مفاجأة وينادي على بول منسق الرحلات عند دامو. وبيطلع ضابط سري زرعه شنكار في شركته وسجل كل جلسات المساج وغيرها. وبيرتفع ضغط دامو اللي أمر رجالته يقطعوهم، لكن على مين؟ وكل واحد بيحاول يعترض طريق شنكار نال جزاؤه وسط انبهار فرنجي واصحابه اللي بقوا بلطجية مسالمين خارج نطاق الخدمة. وبيحاول باقي رجال دامو يخلصوا على شنكار اللي بشومة واللي بماسورة واللي بكرسي واللي بعضلاته، لكن شنكار عمل معاهم الواجب وزيادة. وبتوصل الشرطة ومعاهم موظف قدم لدامو قرار حكومي بوقف المشروع. وبيوصل شنكار ومعاه شيكاري صديق مسؤول الخدمة الاجتماعية اللي كانت قتل على ايد دامو لمكتب مدير الامن علشان يعترف باللي حصل قدام كل اهل البلد، وازاي كان خايف يقول شهادته طول المدة اللي
فاتت، لكنه اتشجع لما سمع عن شنكار، وبيطلب مدير الامن من شنكار انه يقبض على دامو علشان ساعة الحساب قربت. وبعدها بيوم بيجي مخبر سري ومعاه فيديو متصور لدامو وهو بيقتل شيكاري الشاهد عليه في القضية، وبتروح قوة كبيرة من الشرطة وعلى راسهم مدير الامن وشنكار للقبض على دامو بتهمة قتل شنكاري. وبيطلع دامو داهية ودكتوراه في الصياعة، وبيطلع لشنكار وبينادي على شيكاري الشاهد وسط حالة ذهول لشنكار، وبيطلب دامو من شيكاري يقول الحقيقة لمدير الامن، وبيحكي له شيكاري ان دامو وشنكار على خلاف شخصي بشكل مستمر، وان شنكار اجبره على الشهادة ضد دامو بانه قتل الموظف الخدمة الاجتماعية، وكمان سجل جريمة قتل مفبركة لواحد شبهي. ونجح دامو ان يقلب الترابيزة على شنكار، وبعدها بيروح شيكاري علشان يعتذر لشنكار وانه عمل كده تحت ضغط من دامو اللي هدده بخطف مراته وعياله لو ما نفذش المطلوب منه. وبيوصل شنكار لمعلومة خطيرة لما عرف ان موظف الخدمة الاجتماعية اللي انتحر هو وزوجته هو اخوه بارات اللي اتربى معاه وهو صغير، وانه لازم ينتقم لاخوه بارات. وفي اللحظة دي بيوصل الضابط والاب اللي ربى شنكار وبارات زي الاخوات، لدرجة ان شنكار ضحى بنفسه علشان اخوه. وقال الاب ان بارات حكالي عن كل حاجة وعن تضحيتك، وقال له ان بارات اخوك وصل لمسؤولين كبار علشان يوقف مشروع دامو، لكن تم تلفيق قضية رشوة كبيرة لبارات. حتى الوزراء والمسؤولين اللي اتقابل معاهم شهدوا ضده في القضية. ده حتى الضابط المسؤول عن القضية قال ان الموظف اللي اتقتل كان على علاقة مع زوجة بارات وعشان كده هو اللي قتله. ولما اتقدم للشهادة قال ان بارات طلب منه رشوة 100 مليون روبية، وخرج بارات بكفالة، لكن محدش سابهم في حالهم، وكل القنوات كانت شغالة على حكاية بارات وازاي وليه قتل مسؤول الخدمة الاجتماعية. وحكى لي بارات عن التضحية العظيمة اللي قدمتها علشان تنقذه من السجن وانتوا صغيرين. وتمر الايام ويتقتل بارات ومراته في سريرهم، وبياخد شنكار العربية وبيروح يقابل دامو في قصره، وهناك بيلاقي كل الحبايب متجمعين واقنعهم انه معاهم في المشروع ويفيد ويستفيد. وبيجتمع شنكار مع مثلث الشر في قصر دامو وبيتردد اسم سوري وهو شريك معاهم في المشروع، وراجل هلاس وطماع وسمسار وقواد ومهندس علاقات ويبيع ابوه علشان الفلوس، وكان داخل معاهم بسمسرة وبس. وطول ما الشركاء متجمعين هيبقى صعب تهزمهم، وعشان كده وعلى سياسة فرق تسد بيوصل شنكار لسوري وبيلعب في دماغه ويقنعه انه لازم يخش بنسبة في المشروع مش مجرد سمسرة. وبتحصل خلافات بين الشركاء وده اللي عايزه شنكار، وقدر شنكار يكسب ثقة سوري وطلب منه يزود حصته في المشروع. وبدا سوري يوقع بين دامو والوزير لما قال له ان المفتش مورتي هيسلم الوزير ملف قضية الموظف اللي قتله دامو، وقالوا لدامو ان الوزير هيروح بنفسه العاصمة علشان يسلم ملف دامو بنفسه. وبيروح شنكار لمزرعة الوزير وبيقول له الموظف اللي انتحر بسبب قضية الرشوة ده اخويا، ودلوقتي دامو فاهم ان معاك ملف قضيته وهتقدمه للمحكمة، ووريني بقى هتواجه دامو ازاي. وبيحاول الوزير يتصل بدامو علشان يفهمه لكن ما بيلحقش، وبيوصل رجالة دامو بيخلصوا على الوزير. وبيروح شنكار يقابل سوري ويفرجوا على شوية مقاطع صورهم ليه وهو بيحرض دامو على قتل الوزير، ومقاطع تانية وهو بيشتم دامو. وبيطلب شنكار من سوري يسمع وينفذ اللي هيتقاله والا هيرفع الفيديوهات على اليوتيوب ويخلي فضيحته بجلاجل. وبيحاول شنكار يوقع بين دامو والظابط ماليكار، وكانت مرات دامو هي الوسيلة، لكن عرف من المحامي ان ماليكار ملوش في الستات، وعرف ان مرات دامو كانت رقاصة وخدعت دامو. وبيقول شنكار كل التفاصيل لسوري اللي شاف مرات دامو وطلب منها 2 مليون روبية والا هيفضحها قدام دامو. وبتتصل مرات دامو بالظابط ماليكار وبتطلب منه مساعدته ضد شخص بيبتزها، وبيسمع شنكار مجموعة مكالمات سجلها لمراته مع ماليكار واقنعه ان ماليكار بيخونه مع مراته. وبيواجه شنكار وماليكار ببعض، وبيقول له شنكار ان الموظف اللي انتحر يبقى اخويا وكان لازم تجرب الاحساس بالظلم. وبيحاول ماليكار يوصل لتليفونه لكن الوجبة اللي كلها مع سوري كانت مسمومة. وبيخسر درجة 100 مليون روبية بسبب المضاربة على الاسهم. وبياخد شنكار جوابات البنك وبيوصلها لدامو، وبيوقع شنكار بين دامو واخوه درجة. وبيهاجم مسلحين دامو وبيضربوا عليه نار، وبيجري وراهم شنكار وبيقبض على واحد منهم وبيشيل القناع اللي على وشه وكان يطلع واحد من رجال درجة. وبيقول له شنكار الكارثة لو درجة كتب كل املاكك باسمه وحول كل ثروتك على حسابه. وبيوصل درجة وعايز يعرف مين اللي خطط لضرب نار على اخوه، وبيقول شنكار انا اللي خططت، انا اللي وقعت الوزير وماليكار مفوض الشرطة ودلوقتي دورك. وبيطلع دامو الطبانجة وبيضرب اخوه بالنار لانه ما سمعش منه ولا كلمة. وبيروح سوري المكتب المحامي وبيكسره فوق دماغه لانه افشى اسرار عملائه في المكتب. وبيتصل المحامي بشنكار وقال له انه سوري جاله وكسر له المكتب وانه
واتصل بدامو وقال له على كل تفاصيل المؤامرة، بس ما جابش سيرة شانكار. وبيتقابل سوري مع دامو بعد ما عرف المؤامرة وقرر ينتقم منه، وخصوصا بعد ما قتل اخوه بنفسه. وبيظهر شانكار ويواجه دامو بكل جرايمه، وبيحاول رجالة دامو يقتلوا شانكار لكن بيخلص منهم بأقل مجهود وبيخلص عليهم واحد واحد. واخيرا بيوصل لدامو، وبعد معركة شرسة كانت من طرف واحد طلع شانكار الطبنجة، لكن بيتوسل دامو انه هيعمل كل اللي يأمره بيه. وبيعترف دامو قدام الجميع انه تسبب في قضية الرشوة البارات، وانه كان رجل شريف، وانه تسبب في انتحاره. وبيطلب دامو الرحمة وانه هيسيب البلد كلها ويرحل. وقال له شانكار ان حياتك او موتك اللي هيحددوا الديمقراطية يعني الناس، وساعتها نشوف رأيهم. ده حتى رجالة دامو خذلوه. وباسلوب التعالب اخد دامو سكينة وبيحاول يطعن شانكار اللي كان منتبه، وبيطلع مسدسه وبيصفي دامو، وبيخلص البلد كلها من دامو أسطورة الشر. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. سلام.